الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنجيب الفرخة بتاعتنا زي ما انت شفتوا كده، وهنشطفها كويس ونحطها في المحلول النقع بتاعنا اللي بيخلي الشوربة تحفة ورايقة، وريحة الشوربة تحفة برضو وجميلة وطعمها حلو قوي. اللي هو ايه بقى يا بنات؟ اللي هو اول ما بتطلعي الفرخة من الكيس بتاعها بتشطفيها كويس، وبعد كده بتحطيها في محلول النقع ده بقى. ملح، سكر، ليمون، ولا بقى طحينة ولا دقيق ولا بتبقى والحاجات الفيلم كل اللي بيحصل ده. هو ملح، ليمون، سكر، بس كده. وتحطيها فيها بتاع 10 دقايق، ربع ساعة كده، وتطلعيها كمان مرة وتشطفيها كمان مرة. بتبقى تحفة وشربتها رايقة وريحتها تحفة، ويعني بصي بتبقى حاجة كده فاخر من الآخر. خلاص كده حطينا الفرخة في المية، وبعد كده هنحط لها بهاراتها على طول في ساعتها. الملح والفلفل الأسود، والمكترش فلفل أسود عشان بيغمق الشوربة. وبعد كده يا بنات، والبصلاية الطماطماية عندك زي النهاردة مثلا عندي جزر، تحطي نص جزراية ونص ليمونة. كل ده هيظبط لك الشوربة ويخليها تحفة. والفراخ زي ما اتفقنا بتتحط من الأول، بتحطي حاجتها دي كلها مع الشوربة من أولها. تمام كده. فصصنا البزلة بتاعتنا وخرطنا الجزر بتاعنا. وبعد كده يا بنات هتشوفوا هنعمل مع بعض ايه. طبعا كلكم او كلنا بنعرف نعمل اكل وكلنا شاطرين وكل حاجة، بس انا عايزة اقول لكم على حاجة في البزلة كده تكاية. انا بحب اعمل الخضار بالطريقة دي الصراحة، ما بحبش اسبك وبعد كده اعمل الخضار. يمكن انا عملت معاكم كذا حاجة قبل كده بنفس الطريقة اللي انا هعملها دلوقتي معاكم. خلاص الفرخة بتاعتنا بقى حطيناها على العين التانية ووطينا عليها تستوي براحتها. انا كنت جايبة كذا واحدة صغيرين. ده بقى البلدي الحر، الفراخ البلدي الحر. يعني ايه البلدي الحر؟ يعني مش في الفراخ الحمراء اللي عند الراجل ويقول لك دي بلدي، لا. الفرخة البلدي الحر ما تزيدش عن كيلو 350، كيلو 400. اللي اكتر من كده ويقول لك بلدي الراجل، لا ما تصدقيهوش. عشان في فراخ مزارع حمراء وفي فراخ بلدي حر اللي هي زي اللي انا عاملاها دي. رجليها بتبقى ناشفه كده، وهي بتبقى ناشفه وزي ما قلت لك ما بتزيدش عن كيلو 350 جرام او كيلو 400 جرام. تمام كده. جبت كذا واحده غسلتهم كويس، حطيتهم في التلاجة. وحتى الكبد والقوانص شلتهم لوحدهم برضو وجبه. وقلنا النهارده نعمل واحده جنب البزله كده. ويعني نحاول ايه ندبر كده كل يوم حاجة. خلاص يا بنات. خلاص جينا ايه بقى، عملنا ايه دلوقتي؟ حطينا شوية زيت وربع معلقة سمنة. وبعد كده هنزلنا بالبصلاية، هنقلب البصلاية دي شوية كده، مش هنخليها تصفر ولا تحمر ولا اي حاجة. وهننزل عليها بالبهارات وندبلها شوية، بتبقى لسه لونها ابيض زي ما هو كده. يعني يا دوبك بس ايه ريحة البهارات تطلع كده من مع البصلاية. خلاص. وهننزل عليها بالبزل ونفضل نقلبها بقى كويس. الخطوة دي بتسوي معاكي البزلة كويس، وبتخلي الملح والبهارات تدخل برضو في البزلة تبقى حلوة يعني. مع البصلاية بتديها طعم وريحة تحفة. تمام يا بنات. هنفضل نقلب فيها برضو شوية كده. وبعد كده هنعمل حاجة تانية، ضربنا الطماطم في الخلاط وبعد كده هنصفيها زي ما انتم شايفين بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. بصوا انا مش كل الاكل بحب اصفي له الطماطم كده. هي مثلا البزلة، الفاصوليا الخضراء، ايه كمان، تقريبا بس. لا، والباميه برضو بنصفي لها كده. لكن المكرونه لا، مثلا السبانخ لا. يعني بقيه الاكل كله لا، بس اكتر 3 اكلات بيحبوا الطماطم تبقى رايقه او تبقى ما فيهاش بقى الشوائب بتاعتها دي. زي ما قلت لكم الفاصوليا الخضراء والباميه والبزل. خلاص كده. هنحط بقيه البهارات. احنا اتفقنا قبل كده كميه البهارات بتاعه الطبخه بتقسميها على كذا مرحله. هو ده اللي بيخلي الاكل صراحه في حته تانية، وبيخلي طعمه حلو وملحه مظبوط وبهاراته مظبوطه. حطيت بقيه التحديقه بتاعتها. طبعا لو عندك فصين توم ودقتيهم وحطيتيهم كده في الاخر قبل ما تطفي عليها بدقيقتين 3 كده، برضو بيخلي طعمها حلو قوي. طبعا شويه السكر ما تنسيش صغيرين خالص عشان الحموضه بس بتاعت الطماطم، لكن هي طبعا الجزر مسكر والبزله مسكره. يعني سنه صغيره بس عشان المزازه بتاعت الطماطم بس. بخليها تفضل تغلي كده فيها شويه حلوين لغايه لما يقلوا مع بعض كده شويه، او الطماطم تنشف مع البزله والجزر. وبعد كده بزيد عليها بالشوربه وبديها غلوه كمان. وخلاص على كده. ادي البزله بتاعتنا خلصت. تحفه وطعمها تحفه، وتحسي اني اكل زمان بجد اقسم بالله.
خلاص يا بنات، تعالوا بقى للرز أبو شعرية أبو شوربة اللي تحفة، ده تحفة بجد تحفة. طبعا كلنا عارفين بنعرف نعمل الرز بالشعرية، بس أنا زدته بقى بالشوربة. الشوربة عندي كتير ومش محتاجاها يعني في حاجة، رحت عاملاها بالرز بالشوربة والشعرية، تحفة 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 تحفة. بس تخلي بالك بتكوني حاطة ملح في الشوربة، لما بتيجي تحطي ملح للرز تخلي بالك، أو انت تفضلي بقى تدوقي تشوفيه محتاج تاني ولا لأ. ادي الفرخة بتاعتنا يا عيني نايمة اهي، مش عارفين نصحيها ولا نسيبها نايمة ولا ناكلها ولا نعمل ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وفي رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.